بص بقى، هو في جمال وفي روقان وفي دلال وفي كل حاجه حلوه انت نفسك فيها. بس قبل اي كلام عن الفيديو او عن الماتش او عن الجدول وعن الدوري وعن ام 44 اللي جايه لك، ركز في ام 44 اللي جايه لك ديت. انا بس كنت عايز اتكلم بدايه بس عن مين؟ عن بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وسام بيعمل حاجات العقل نفسه ما يستوعبهاش. بس قبل ما اتكلم برضه عن وسام، كان في جمله كده كانت بترن في وداني، كنت كل ما اسمعها اقعد اضحك، كل ما اشوف وسام بيجيب جول اقعد اضحك. جزيري احسن 9 في مصر. الله، وانت هنا؟ جزيري احسن 9 في مصر. لا بالله عليك قولها كمان مره. جزيري احسن 9 في مصر. طب بص مره كمان واديك 200 جنيه. جزيري احسن 9 في مصر. الجزيري احسن 9 في مصر. والله فاكرين يا جماعه الموضوع ده؟ الجزيري احسن 9 في مصر. الجزيري. النهارده طبعا بقول لكم ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الاهلي بيمتعنا وبيفوز طبعا على المقاولين، اللي هو ناس كتير طبعا هتطلع تقول لك ده ضعيف وبينافس على الهبوط. هو فعلا ضعيف وفعلا بينافس على الهبوط، بس كسبانك اخر مره قبلك فيها يعني. بس ما علينا، مش دي قصتنا، مش دي بتاعتنا. الدوري كنا هنحتفل بيه النهارده بس مش مهم برضه، ان شاء الله يتاجل الماتش اللي جاي عادي، ما فيش اي مشكله خالص. نحتفل قدام سموحه، نحتفل قدام اي حد، بس اوعى يا صاحبي حد يقلل من الدوري ده. بس مش هقول الكلام ده دلوقتي، خلينا في الايه لما نفوز بيه رسمي ان شاء الله. خلينا في النهارده والمباراه بتاعت النهارده، واسامه ابو علي اللي بقول لك بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يحميه يا رب من شر الاصابات ومن العين ومن اي حاجه وحشه. الراجل النهارده بيحرز الهدف 18 في المباراه، رقم 18. انت فاهم حاجه؟ انت فاهم الرقم؟ انت مستوعبه؟ والله العظيم بجد انا عن نفسي والله مش مستوعبه. بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يسترها والله، ربنا يسترها عليه ويحميه من العين، لان ناس كتير قوي النهارده انا عارف ان هي هتدي له واحده كده حلوه. بس الرقم فعلا ما حدش عمله قبل كده، انا ما شفتش حد عمله قبل كده، انه يجيب 18 هدف في 18 مباراه. ومش بس كده، ده الراجل كمان بيساهم في 5 اسيست في ال 18 دول، يعني فاهمني؟ والمباراه الخامسه على التوالي ياخد برضه رجل المباراه. فرقمين حلوين برضه مع مع ال 18 هدف. ربنا يكملهم له على خير ان شاء الله. طبعا مستر كولر بقى اللي ربنا يكرمه ورب ويوفقه ان شاء الله، النهارده وصل المباراه رقم 19، فوز على التوالي 19 مباراه، اللي بالمناسبه فاضل له ان شاء الله مباراتين ويكسر الرقم بتاع مانويل جوزيه اللي قلت لكم عليه قبل كده. مانويل جوزيه كان عمل موسم 2004 2005 حقق 17 فوز متتالي، بس في موسم 2003 2004 كان محقق اخر 4 مباريات فيهم انتصار، فاصبح ان الاربعه مع ال17 عمل 21 فوز متتالي على دوريين. ان شاء الله باذنك يا رب مستر كولر يقدر ان هو ان شاء الله يكسر الرقم ده كمان. معلش بقى جوزيه يعني طول ما الارقام بتتكسر، اصل احنا اتخلقنا عشان خاطر نعمل ارقام قياسيه ونكسرها. النادي الاهلي ده موجود عشان يعمل ارقام قياسيه ويكسرها في كل حته. يعني كولر ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، زي ما قلت لك وصل 19 مباراه في بطوله افريقيا، وصل ل 22 مباراه بدون هزيمه، عامل ارقام ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يحميه هو كمان، ويعني ربنا يسترها معانا الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله نقدر بعد الفوز النهارده برباعيه نحتفل ان شاء الله باذنك يا رب. بيراميدز ما كانش ليه مزاج ان احنا نحتفل النهارده، مفيش مشكله يا سيدي، برضه لازم الراجل برضه نراعي مشاعره وندلعه برضه. الراجل يعني الدوري كان خلاص في بقه كده، كانوا بيحطوا له في بقه، والله العظيم كانوا بيحطوا له الدوري ده في بقه بقى، ومساعده وحاجات كتير هنتكلم عنها الماتش الجاي ان شاء الله. مش هنتكلم عنها دلوقتي، هنتكلم ان شاء الله بعد ما نحتفل ان شاء الله بالدوري الرسمي. ام 44 جايه لك يا صاحبي، استناها. مبروك يا اهلاويه، وان شاء الله دايما المكسب كده ان شاء الله، ودايما فرحانين. سلام.